بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وآله أجمعين. صلوا عليه. مساكم الله بكل خير ورضا وسرور. حبايبي، قبل ما أبدأ بدي أقول لكم على شغلة. طبعا جاتني كثير استفسارات عن الملح المدخن وكيف نسوي طريقته في البيت. الملح هذا صعب إني أسويه في البيت أدخنه، لأنه له طرق معينة وبياخد من 8 ل 24 ساعة عشان أعمله، وكمان يكون كمية بسيطة، فتقدروا تلاقوه في السوبر ماركت الكبير أو في عند العطارين يبيعوه. وزي ما شفتوا بنجيبه بنحط عليه البهارات اللي ذكرت لكم، هي حقة المندي صحيحة ومطحونة، ويصير عندي في العلبة جاهز ملح مدخن للمندي مع البهارات اللي انتم شفتوها وسلامتكم. طبعا اليوم عندي وصفة طلبت مني من قبل رمضان، وطبعا ضيق الوقت ما قدرت انزلها. طبعا الوصفة حقت اليوم ان شاء الله حتكون فلافل او طعمية. طبعا لها مسميات يمكن غير كده. فلافل طبعا في الشام، في الاردن، في سوريا، في فلسطين بيسموها فلافل لانهم بيسووها من البليلة الجافة اللي هم طبعا الحمص. وفي مصر بيسموها طعمية لانهم بيعملوها من الفول المجروش. وطبعا تحتاج اني ابلها من قبلها بليلة كاملة. حوريكم شكلها. قبل ما ابلها بتكون بالطريقة هذه. شوفوا كيف. طبعا بنقيها وبنظفها، بغسلها كويس وبحطها انقعها لمدة ليلة كاملة. بعد ليلة كاملة حيكون شكلها بالطريقة هذه. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف اضاعف حجمها ولونها صار كيف ما شاء الله مرة حلوة. هذه هي. طبعا حنبدأ ونقول بسم الله، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. قولوا لا إله إلا الله وصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا انتوا شايفين الخضار، انا اخذت حاجات بسيطة، شوية بقدونس مو اكتر، هذه كزبرة خضراء، كم ورقة نعناع شوية. طبعا ترى ورقة النعناع هذا بحطه انا من عندي اضافة لي، لانه كانت عندي حبيبة كده سورية والطريقة هذه عجبتني حقتها من سنين وانا اعتمدتها عندي. وشوية بقدونس وعودين بصل اخضر، وواحدة البصلة طبعا قطعتها 4. بدي اقول لكم شغلة. البليلة هذه طبعا شايفينها، ممكن تحطوها في قدر ومويه حاره، ولما تفور تحطوا عليها ملعقه كربونات وخلوها على النار من ساعه لساعه ونص، تطلع عندكم بليله مخمخه اللي تحبها قلبكم. حطوا عليها كمون وخل وشويه ترشي لفت مقطع احمر وعيشوا الدور. طب نقول بسم الله. طبعا بدي ابدا واطحنها طحن خشن، يعني واحده مره، يا في ماكينه اللحمه او في المطحنه حقت الخضار. طبعا حطحن البليلة اول شيء وبعدين اطحن الخضار بعدها. استحمل الصوت. شغل يا بنتي الماكينة. فرمت البليلة خلاص زي ما انتم شايفين. دحين احط الخضار عليها واطحنها كمان. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. زي ما انتم شايفين انطحنت عندي البليلة اللي هي الحمص والخضار. دحين هحط عليها البهارات وكلها مكتوبة عندكم في صندوق الوصف. وكمان هحط واحدة بيضة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة على الحبيب. ونص ملعقة كربونات الصوديوم، لا تكتروا. وحدعكها اخلطها مظبوط وحسيبها لمده نص ساعه، وبالطريقه هذه تكون ان شاء الله جاهزه للقلي. بدي اقول لكم شغله، لا تكتروا خضار كثيره في الطحن عشان لا تصير لونها مره خضر وبعدين لما تقلوها تصير لونها غامقه. لا، احنا يبقى بس شويه نكهه كده فيها. ما شاء الله لا قوه الا بالله. بعد نص ساعه ما شاء الله عندي دحين جاهزه اني اشكلها اقراص واقليها في الزيت. طبعا الزيت عندي يكون اكثر من متوسط. لو كان الزيت شوية بارد حتتفك وتنفرط عليها كلها الطعمية أو الفلافل زي ما يقولوا عليها. وإن كان مرة حار حتغمق لونها لسه تكون هي من جوا ما استوت. طبعا حبايبي لا تنسوا اليوم الاثنين زي ما قلت لكم يوم مفتوح، بقدم لكم فيه كل حاجة طلباتكم. أنا ما نسيتها على راسي وتسعدني، بس ادوني فرصة وإن شاء الله حسويها. طبعا جنبي موية هنا أنا حطتها، هاخد موية وأحط في يدي بالطريقة دي وآخد شوية. طبعا انتوا زي ما تحبوها، حجم صغير كبير متوسط كده. القرص يكون بالطريقة هذه.
شايفينها؟ طبعا دحين ححطها في الزيت. ما شاء الله لا قوة الا بالله، زي ما انتم شايفين حبات الطعمية في الزيت. طبعا ما حقلبها ولا امسكها عشان لا تنفرد، تكون حجمها بالطريقة هذه. طبعا تقدروا تتحكموا في الحجم. اللهم صل وبارك على الحبيب. ما شاء الله لا قوة الا بالله. شايفين كيف لونها؟ هو هذا اللون الاحمر الحلو، ما نبغاها لونها اغمق. لا تنسوا ذكر الله والصلاه على الحبيب. الطعميه، الفلفل، دقوس الفلفل مع الثوم والليمون، طماطم، باذنجان اسود. طبعا انا شلت جزء من الطعميه، شايفينها؟ طبعا انا دائما لما يكون عندي كده طعميه بفرزها، لما ابغى بنديرها من الفريزر لغايه ما تفك اقليها. وطبعا بدي اسوي لكم طعميه بس بشكل مختلف، لا تروحوا بعيد، بدي اوريكم كيف اسوي سندويشات طعميه، انتظروني. ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين كيف سندويشات الطعميه شكلها تبارك الله مشاهي ويفتح النفس. هذه وصفتنا للطعميه، ان شاء الله تكون عجبتكم وبسيطه. طبعا لا تنسوا ذكر الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تنسوا حبايبي تحطوا لي لايكات، وإن عجبتكم الطريقة انشروا حسابي لحبايبكم، بنعز عليكم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين.